السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. مرحبا بكم معايا اليوم على قناتي وقناتكم يوميات مع البساطة. شكرا بزاف بزاف لخواتاتي اللي كيسولوا فيا، الصديقات ديالي من العائله اللي خطاكم عليا ما يسول فيكم غير اللي يبغيكم البنات. كتسولوا فيا علاش ما كنحطش فيديوهات، واش صافي غادي نسمح في القناه، واش غيدوروا في البنات. والله الصراحه مع الدخول المدرسي وداكشي وشي ظروف هكا، الحمد لله كلها خير البنات. وهذا النهار جيت باش غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الفيديو اللي نتمنى يعجبكم وتشجعوني بلي لايك ديالكم وشي كومونتير زوين اللي يكون بحالكم. هنا البنات كانوا جاو صحاب راجلي عنده وضروره البنات، وكما العاده نحمر الوجه. درت البنات داكشي بسيط وسهل وفي نفس الوقت راقي. هنا غنبدا معكم البنات، غنبدا البنات معكم بهاد الشلاضه هادي اللي كتجي رائعه في الشكل وغنيه في نفس الوقت وسهله البنات. ما كتحتاج منكم لا مجهود ولا والو. الا جاوكم هكا الضياف على غفله ولا كنتم معلومين، المهم راها سهله وبسيطه. غنشارك معكم كل شيء. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. نبداو بسم الله على بركة الله. اول حاجه البنات بديت بها هي فورت الخضره، فورت القرعه، فورت خيزو، فورت البطاطا. بالنسبه للوبيا سلقتها صافي، فورت كلشي وحطيته هكا باش يجيني كلشي ساهل، لان تنظيم الوقت هو ضروري البنات. ملي كيكون عندكم هكا شي عراضه ولا جاوكم الضياف ولا الواحد ينظم وقته، كلشي غادي يدوز مزيان. هنا البنات في هذا الاناء هذا درت شويه ديال الزيت بلديه، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، درت واحد المعلقه ديال الثومه ومعلقه ديال المعدنوس والقزبر كما راكم تشوفوا مقطعين. وبديت باللوبيا غادي نسوطيها بحال هكا كما راكم تلاحظوا. غادي نشحرها غير شويه ماشي بزاف حتى تشرب شويه داك العطريه اللي درت غير الملح واللي بزار البنات كما راكم تشوفوا. ودرت الثومه والربيع. صافي غادي نشحرها شويه وفي نفس الاناء البنات حيدت اللوبيا في نفس الاناء باش هكا ما نكثرش عليا الماعن. درت نفس الطريقه البطاطا، الجزر، القرعه كاملين درت لهم نفس الطريقه، غير كان نشحرهم هكا شويه وكنزلهم هكا حدايا باش منين نبقى نصاوب زعما البلا ديالي يكون كلشي ساهل. ها نتوما هنا درت الجزر. من الاحسن البنات الخضره تفوروها، نتوما كتبقى شاده في راسها ماشي بحال ملي كتسلقوها في الماء كتبقى تطلق داك الماء وداك الشيء. هنا البنات لا، كتبقى شاده في راسها. فورتها انا هكا في الكسكاس. من بعد البنات ما ساليت الخضره كامله. هنا الروز كان عندي مسلوق، كنت سلقته من قبل ودرته في واحد الصفايه هكا تصفى مزيان. درت له البنات واحد العلبه ديال المايونيز صغيره درتها كامله. زدت له علبه ديال الذره حتى هي صفيتها من الماء وغسلتها. وزدت له البنات علبه ديال الطون البنات ديال الزيت، صفيته هكا شويه من الزيت ودرته. صافي وغادي نزيد شويه ديال الملح وشويه ديال ابزار حب الكحله. صافي ودرت واحد شويه ديال الخل البنات ما كثرتش، بالنسبه اللي كيبغي يقد يزيدو. انا هنا مع الضياف راكم عارفين. صافي وخلطت كل شيء حتى ندمجوا دوك المكونات كاملين مع بعضياتهم. كتجي لذيذه البنات هاد الشلاضه هذه، غير جربوها ان شاء الله ليكم ولا للضيوف ديالكم غادي تعجبكم. المهم انا شاركت معكم الطريقه اللي درت انا، وانتم لكم الاختيار، يمكن لكم ديروا اي طريقه بغيتوا. هنا البنات بالنسبه للرز درتو في واحد غير واحد البواطه هكا، ممكن ديروا هكا في شي مول ديال الكيك ولا اللي بغيتوا. انا عجبني هذا الشكل ودرته. صافي وبقيت كنحط هكا الخضره اللي شحرت من قبل معاكم. كنحط مثلا كنحط البطاطا هنا، نحط مقابله معها البطاطا باش هكا كل واحد يهز هكا من يلقى الخضره من الجهه ديالو. المهم راكم عارفين بلا ما نشرح. كثرت عليكم البنات، خليكم معايا حتى نكمل ونوريكم الشكل النهائي ان شاء الله.
ومن بعد ما كملت البنات التزيين ديال الشلاضه ديالي. المهم ما شاء الله عليكم، راه كل وحده غادي تفنن وتزين بالطريقه ديالها. انا درتها الطريقه هكا جاتني ساهله، ودرتها بالزربه. بالنسبه لداك الخيار البنات غير قطعته هكا دوائر رقيقه وشديته بواحد الكيردو هكا، وحتى حتى المطيشه قطعت هكا غير القشره ديالها ودرت وريضه. الصراحه عجبتني، جات رائعه. وزينت هكا بالبيض. هذا هو الشكل البنات ديال الشلاضه ديالي، جا زوين صراحه وعجب حتى الضيوف ديالي. الحمد لله يا ربي. نتمنى البنات تعجبكم حتى نتوما وتشجعوني بالتعاليق ديالكم الزوينه، ونبقى نحط لكم ان شاء الله فيديوهات. راه غير كنعجز البنات على المونتاج. هذا الفيديو راه كان عندي من الصيف، ودابا عاد كتاب ودرت له المونتاج. راكم عارفين كما قلت لكم مع الوليدات وداك الشيء كاملين، راكم عارفين هذا الشيء. ايوا صافي البنات. وبالنسبه للطبق الرئيسي كان عباره على اللحم مشوي. شويناها البنات في الفران ديال الزنقه. دهرج لي هكا الفران ديال الزنقه. صراحه هاد الضياف هادو ما تعدوش معاهم نهائيا. هنا البنات وجدت هكا باش غادي نزين. درت ديك طوماط سوريز، درت البيض ديال السمان، درت الكاشير هكا باش غادي نزين الطبق ديال اللحم. هنا كان عاد راجلي ما جابوش. فجاو الضيوف البنات درت حطيت هاد الحلوه هذه اللي سبق اليوم شاركها معكم البنات في القناه نفسها. راه نخلي لكم ان شاء الله الفيديو في صندوق الوصف. كما قلت لكم هذا الفيديو راه قديم البنات، يعني هاد العراضه راه من الصيف ماشي دابا. ودابا عاد كتاب وحطيتها لكم الا بغيتوا تشوفوا الوصفه ديال هاد الحلوه هذه غنخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. حطينا لهم اتاي ضروري البنات، هذه عاده فينا حنا المغاربه كنحطوا اتاي هو الاول، وهكا الحلوه ولا شي مكسرات ولا ضروري قبل من العشاء او لا قبل من الغدا. وهنا البنات هذا هو كما قلت لكم اللحم اللي جاب راجلي من الفران. هذا هو الطبق اللي غادي يكون طبق رئيسي. صراحه طيبوها البنات زوين ما شاء الله. جا جا طايب زبده ما شاء الله. هانتوما البنات هنا درت في هاد البلا بعدا اللي جابوه ما فيه كيكون كبير، يعني ديال الشوا كيكون مغلفينه هكا بالالومنيوم. زينتو هكا بالقرقاع وداك البيض ديال السمان وداك الشيء اللي شاركت معكم قبل. جات زين حتى هو زوين البنات. هانتوما تتقولوا لي نتوما في التعاليق واش عجبكم ولا ما عجبكمش. وبالنسبه للبنات للديسير درت حتى هو واحد الديسير جا زوين، واحد الفلانك وخاضه جا زوين بزاف. ان شاء الله غنشاركو معاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله باش هكا ما يجيش الفيديو طويل. المهم انا غنوعدكم غنشارك معكم ان شاء الله. جا رائع البنات. الا بغيتو حتى نتوما هكا تحضروه في الدار ديالكم. ودرت هكا هاد البلاطو هكا درت فيه البطيخ البنان التفاح الخوخ. المهم زينتو هكا. وهذا الشيء اللي كان البنات. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. هنا غنقول لكم الى اللقاء فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.